مرحب مرحب يا هلا، أهلا أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى فطار النهاردة مع احلى سمك وشوية حاجات جميلة كده هنعملها. عملنا التتبيلة من الفلفل. السمك ده انا كنت عاملاه بتتبيلة السمك اللي وريتها لكم، وتبلته بالفلفل المفروم كده وشوية خضرة كده وايه شوية توم وفلفل، وظبطت التوابل ايه زي الفل. وسبته بقى، نقعته في التتبيلة بتاعته وسبته على جنب. ورحت بقى اعمل شوية سمبوسك محترمين زي العسل. عامله لهم خلطة الجبنة دي وطلعت جميلة جدا وجوسي كده وحلوة قوي وبتمط، اللهم بارك. طبعا خلطة الجبنة دي انا عاملة دقيق وبشاميل خفيف، وحطيت فيها ميكس الجبن وحبة البركة، وعملت الحشوة اللي انتوا شايفينها الجميلة دي. جبت معايا سمبوسك هنا، انا بوريكم طريقتين للف السمبوسك. هتقولوا طيب ايه اللي جاب السمبوسك لاكلة السمك؟ هقول لكم. في اللي ما كانش حابب ياكل سمك وعايز سمبوسك، تمام. فعملنا الاتنين، اللي ياكل سمك ياكل واللي ياكل سمبوسك ياكل. وكل واحد بقى، عشان الصايمين انتوا عارفين كل اللي بيتمنى حاجة وهو صايم كده ايه، طالما موجودة في البيت خلاص نعملها. وبعدين كل واحد ومزاجه، فيه بيبقى حد يعني في اللي ما كانش ليه مزاج خالص ان هو ياكل السمك النهاردة يعني. فعملنا السمبوسك كده جنبها علشان خاطر كل الأذواق يعني. بصوا بقى، انا وريتكم لفتين للسمبوسك دي، لفة واللفة حطوا الاولانية اللي لايك هي واشتركوا العادية. في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. انا بوريكم الطريقتين للف السمبوسك، الطريقة اللي هي العادية والطريقة التانية دي اللي انا وريتها لكم، تمام. بس انا بعتمد الطريقة التانية اللي انتوا شايفينها دي، هي دي اللي انا اعتمدتها، ودي اسهل واحدة انا بحبها يعني في العمولة، تمام. لذيذة وكده، بتبقى اريح بكتير من التانية. فبمسك الكمية بتاعت السمبوسة كلها بقطعها بقى زي ما انتوا شايفين، اقطع حرفها كده كلهم مرة واحدة عشان اخد على طول وابدأ ايه اعمل، تمام. بصوا سهلة جدا، بتعملوا زي جيب كده تحطوا جوه الحشو، وتقوموا تفضلوا ايه تلفوا السمبوسة كده لحد ما توصلوا لاخر جزئية. وندهنها، طبعا اللي بدهنها بيه ده معلقتين دقيق وعليهم شوية مية كده ومقلباهم، تمام. وبدهن بيهم السمبوسة. بص كويس، ماما بتعمل سريعة بس عشان تتعلموا وقفوا الفيديو وتعلموا كل حتة هي تعملها، وقفوا كل حتة هي تعملها، وقفوا ما عشان تن- هي بتعمل ما سريعة. تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. من معلش بقى. قناة من يوميات بابا الهام. طيب وان شاء الله باذن الله كده، معلش احنا اسفين بنتاخر عليكم في الفيديوهات. بس فعلا وقت رمضان ضيق، وبيبقى موضوع التصوير بيبقى مش دايما الواحد بيقدر ان هو يصور وكده. ولو صورت والله بيبقى مفيش وقت ان انا اعمل مونتاج وان انا اسجل، ما بين الصلاة وما بين الولاد وما بين اي مسؤوليات تانية احنا عاملينها. فالحمد لله على كل حال. وما تنسوش بقى تشجعونا كده. احنا طولنا كتير قوي في القناة ان احنا نظهر ونبان والقناة تتحرك معانا، الله المستعان يعني. اتمنى بقى في الشهر الكريم ده محدش يبخل علينا بلايك وكومنت وتساعدونا في ان القناة تكبر، لان فعلا والله الواحد زهق يعني. الحمد لله على كل حال. عشان خاطري حطوا لايك اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل لكم تحدي ان شاء الله، هيبقى تحفة قوي. ده انتي اللي قررتي يعني؟ هي اه، اللي قررت مش انا، تبقى تعمله. نبقى نشوف موضوع التحدي ده. احنا هنعدي رمضان بس بالوقت اللي بيجري ده سرعة البرق. بصوا هنا انا بوريكم السمبوسك اللي انا عملتها، خلصت الكمية كلها واتبقى كمان معايا شوية جبنة، خليتهم بعد كده
احطهم في حاجة تانية او اجيب لهم سمبوسك تاني. الحشوة دي جميلة قوي وبتخلي الحشوة من جوه جميلة وطعمها حلو. في نفس الوقت الجبن اللي فيها بتمط اول ما بتكون سخنة ولسه منزلينها ونبدأ ناكل منها. سبحان الله. رمضان لما يكون رمضان مش هنا مش بتجيب كل الأكل ده، بس سبحان الله لما يجي رمضان بيبقى الدنيا واسعة، عندنا فلوس كتيرة، تجيب سمبوسة، تجيب فراخ كده. شوفوا روفان قالت ايه والله مع نفسها كده. شوف بتقول لكم ايه. فعلا هو رمضان شهر الخير، رمضان شهر البركة فعلا والله. في غير رمضان ما بيجيش كل الحاجات الجميلة اللي بتبقى أكتر موجودة على حاجة السفرة دي. بحبها هي رمضان عشان بيبقى فيها الحاجات الحلوة دي. ربنا يبارك لنا يا رب ويبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين يا ويبلغنا رب العيد. يا رب، اللهم آمين. بصوا بقى دي الكمية كلها بتاعت السمبوسة كده أنا خلصتها تمام. أيوة خلصناها طبعا. وعملنا كمان جنب الأكلة اللذيذة الحلوة بتاعتنا دي عملنا كفتة بطاطس تمام. اللي انت شايفه سلقنا شوية بطاطس كده وحطينا عليها خضرة. ودي بقى سلطة بتنجان على فلفل تمام. فكانت تحفة قوي. عملناها ميكس كده مع بعض. احنا دايما لما بيكون في اسماك لازم بنعمل السلطات، سلطة بابا غنوج، سلطة فلفل، اي حاجات خاصة بالاسماك كده بنعملها جنبها. فما شاء الله في اليوم ده عملنا ميكس بقى. كان حبة الفلفل قليلين والبتنجان قليلين فعملنا ميكس ما بين الاتنين. السمبوسك طلع كمان تحفة. طلع لذيذ. وادي سمبوسك طلع السمبوسك تحفة. بنحمرها. ايوه طلع تحفة. وكمان السمك، البهارات السمك خليته يطلع تحفة، تحفة قوي. بهارات السمك خليته يطلع تحفة السمك. كله بقى يشجع رمضان ويقول لروفان ويقول لها كل سنة وانتي طيبة، لان روفان شطورة ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السنة دي صايمة رمضان من اول رمضان لحد المغرب الحمد لله بفضل الله تمام. بصوا بقى عندنا عملت صينية جلاش حلو كده وحشيتها كمان من جوه بالمكسرات وبدقيق السميد البسبوسة. فطلعت لذيذة اوي. كانت لسه طالعة من الفرن والشربات عندي ساقع وهي سخنة، وسقتها بقى وسبتها على جنب كده ايه تتشرب ونكمل باقي فطارنا. بعد ما خلصنا السمبوسك رحنا حمرنا بقى، ابتدينا نحمر كفتة البطاطس تمام. طلعت لذيذة جدا كمان وحلوة قوي جنب السمك، كانت لذيذة. جربوها هتطلع تحفة تحفة. الله على الريحة، الله. شمين الريحة، شمين الريحة. ده انا شميت ريحة جوعت على طول. كانت جعانة فعلا. كل ما تشم ريحة حاجة تقول هو المغرب لسه باقي عليه كتير. كل يوم في نفس الموال. يا بنتي بعدي من المطبخ خالص. هي قاعدة تقول ما انا قاعدة في الأوضة وريحة بتجيلي لحد عندي. بصوا بقى منظر كفتة البطاطس وادي السمبوسك بتاعتنا. الاكل ده جربوه تحفة تحفة قوي. والسمك بتاعنا بقى ايه ابتدينا نحمره. وادي الفطار بتاعنا صحة وهنا على قلبكم. رز الصيادية الجميل والسمبوسك والسلطات والبتاع ده والعصير بتاعنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. صحة وهنا على قلبكم. واتمنى بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة والسمكات طلعت تحفة. وتفعلوا جربوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حطوا ورمضان كريم لايك. ومبارك عليكم. وادي الجلاش كمان بتاعنا شايفين. الاكل ده تحفة. جربوه عشان ولادكم يستفيدوا من الاكل ده.